اليوم نزيد سكتتين جائزتان. السكتة الأولى في سورة الحاقة عند قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. نسأل الله العافية لنا ولكم. فما أغنى عني ماليه آخرها هاء، تسميها العرب هاء السكت، يلحقونها بالكلمة الموقوف عليها هاء ساكنة. ماليه أصلها مالي، ما أغنى عني مالي، فلما ألحقت هاء السكت صارت ماليه، وبعدها مباشرة هلك عني سلطان. أول هلك هاء متحركة، فالتقى في النطق هاءان، هاء السكت وهاء هلك. هل ندغم هاء السكت بهاء هلك أم لا؟ وجهان. بعض العرب كانوا يدغمون وبعض العرب كانوا لا يدغمون. فالذين يدغمون يقولون: ما أغنى عني ماليه هلك عني ماليه هلك عني، فيدغمون الهاء في الهاء. والذين لا يدغمون لابد أن يسكتوا سكتة لطيفة بين الهاءين، هكذا: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فيفصلون بين الهائين بسكتة خفيفة دون زمن التنفس. السكتة الثانية الجائزة في القرآن الكريم هي آخر سورة الأنفال وأول سورة التوبة. آخر آية أيها الإخوة في سورة الأنفال قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وبعدها في أول سورة التوبة قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وليس في أول سورة التوبة بسملة، هكذا هذه السورة نزلت من غير بسملة. قال العلماء تعليلا لذلك لأنها نزلت بالبراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، بالبراءة من المشركين، فلذلك لا يتناسب ذكر البسملة التي فيها الرحمن الرحيم مع البراءة من المشركين. هكذا قالوا في تعليل ذلك، والأمر لله سبحانه وتعالى. المهم ليس في أول سورة التوبة بسملة، سواء لمن بدأ بها أو لمن وصلها بما قبلها. فمن بدأ بسورة التوبة يتعوذ ويبدأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، ولا يبسمل. كذلك لو وصل آخر الأنفال بأول التوبة لا يبسمل بين السورتين. وله هنا أوجه ستأتي، له 3 أوجه ستأتي معنا. واحد من هذه الأوجه هو السكت، أن يسكت على آخر الأنفال ثم بسكتة لطيفة ثم يبدأ بالتوبة هكذا: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. سكتة لطيفة من غير تنفس. وقلنا منذ قليل إن الكلمة المسكوت عليها حكمها حكم الكلمة الموقوف عليها. لذلك لما نقول إن الله بكل شيء عليم، لنا أن نقصر العارض للسكون في كلمة عليم، أو نوسطه أو نطوله، أو نقف أو أتوسع قليلا من أجل المتخصصين، أو نقف بالروم أو نقف بالإشمام. كل هذه الأوجه جائزة مع السكت كما هو الحال عند الوقف، لأن المسكوت عليه حكمه حكم الموقوف عليه. لذلك أنا لما قرأت الآن مددت العارض للسكون 4 مع أني سكت. أعيده: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. إذن يصح قصر العارض السكون أو توسطه أو طوله مع السكون المحض أو مع الإشمام أو مع الروم، كل هذا جائز وليس هذا محل شرحه. إذن هاتان السكتتان اللتان تكلمت عنهما نراهما على اللوحة التي تبين ذلك في حلقة اليوم. اللوحة عنوانها السكتتان الجائزتان بين السكتة الأولى كما نرى بين آخر الأنفال وأول التوبة.
قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. ومكتوبا في اللوحة أيضا: ويصح بالإضافة إلى السكت بين هاتين السورتين الوقف والوصل. صار عندي ثلاثة أوجه: السكت والوقف والوصل، وسيأتي بيان ذلك في اللوحة التالية. أما السكتة الثانية الجائزة التي نراها أمامنا الآن على اللوحة، فهي بين الآيتين 28 و29 من سورة الحاقة، عند قوله تعالى: مالية هلك عني سلطانية. لاحظوا بأن مالية فوقها سين صغيرة، معناها لك أن تسكت ولك أن تصل مع الإدغام فتقول مالية هلك، إما هكذا وإما هكذا. فلذلك نرى في السطر الأخير من اللوحة: والوجه الثاني هو الوصل مع إدغام الهاء في الهاء. الوجه الثاني هو الوصل مع إدغام الهاء في الهاء. هاتان أيها الإخوة هما السكتتان الجائزتان برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.